كريسماس ولا هابي نيو يير ولا سنة سعيدة، هو واحد الاحتفال بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله. دابا كيفاش كتقرا على مدار العام وفي صلاتك قل هو الله أحد، وفي الوقت نفسه كتحتفل بأن لله ولد انه ثالث الثلاثة؟ ما بانش لك باللي راه مؤلمة بزاف؟ هذا الاحتفال كاين في العالم بأسره، وغالبية الدول العربية حتى هما كيديروا هذا التقليد ديال الغرب، وهذا الشيء فرح بسنة جديدة، يعني كيعيشوا الأجواء. والمشكل الكبير أنهم كيعيشوا حتى ولادهم هذه الأجواء وكيحاولوا يفرحوهم في هذا النهار. ولكن هذا الشيء اللي كيقلدوا فيه وكتقلدوه حتى نتوما، واش كتعرفوا الأصل ديالو؟ واش كتعرفوا القصة ديال الكريسماس؟ وشكون هذا البابا نويل؟ وشنو كتعني ديك الشجرة المزينة؟ هادشي غادي نعرفوه اليوم. داكشي علاش بلا ما تهرب حاول انه توصل المعلومه للناس اللي عزاز عليك، الناس اللي بغيتي تفيقهم، يعني بارطاجي معك هذا الفيديو. الكريسماس هي واحد الكلمة مركبة من جوج كلمات اللي هي كريس وماس. كريس كتعني المنقذ ولا المخلص، وهذا واحد اللقب اللي كيعطيه المسيحيين للمسيح. أما ماس هي واحد الكلمة مشتقة من كلمة فرعونية اللي كتعني الميلاد. يعني الأمور واضحة، كريسماس هي احتفال ميلاد عيسى عليه السلام. دابا خاصنا نعرفوا القصة ديال ميلاد عيسى عليه السلام اللي كاين في القرآن الكريم، اللي هو كلام الله عز وجل. ميلاد عيسى عليه السلام كان بالنفخ ديال الروح ديالو في بطن مريم العذراء اللي كانت ما عمرها عاشرات اي شخص. يعني ان ميلاد عيسى كان واحد المعجزة من الله تعالى، معجزة اللي غادي تنمى بالتكلم ديال عيسى على الام ديالو وهو في المهد. هادشي باش يعرف القوم الحقيقة ويعرف بأنه معجزة من الله تعالى، باش يأمنوا بعيسى وبالكتاب ديالو اللي هو الإنجيل. الإنجيل اللي غادي يتعرض للتحريف وغادي تبدل للأسف. قصة ديال مريم العذراء اللي ردوها مخطوبة لشخص اللي سميتو يوسف النجار، ولكن هادشي في الإنجيل. فلا شفنا القرآن واتقينا القصة اللي كان فيها نزول جبريل عليه السلام اللي بشر مريم العذراء أن الله تعالى اصطفاها من بين سائر نساء العالمين باش يوهبها واحد الولد اللي غيكون بدون أب، وبشرها بأنه غيكون نبي شريف. قال إن فهنا قالت كيفاش غيكون ليا ولد وأنا ما تزوجتش، ما مسني راجل، ما فعلت فاحشة. ولكن الإخوان الله تعالى فعال لما يريد. هذه المعجزة خلات المعاني عند المسيحيين من الخيال ديال القديسين أنها تختلف وتغير، حيث كان عندهم جوج ديال المذاهب. الأول ميلاد الطفل في ديك الليلة كان عندهم بحال قلتي ميلاد الرب والعياذ بالله. أما المذهب الثاني اللي هو الشائع هو ميلاد ابن الله والعياذ بالله. دابا المشكل هو أن العرب كيحتفلوا مع الغرب وكيباركوا لهم ميلاد ابن الله، وخا كيقراو في صلاتهم في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من بعد ما عرفنا قصة ميلاد عيسى، دابا سيدي غادي نعرفوا قصة ديال داك بابا نويل ديالهم، ولا كيف ما كيسميوه هما سانتا نيكولاس. قصة اللي كتقول أن واحد القديس سميتو سانتا نيكولاس اللي كان من واحد العائلة غنية وما كانش معروف بزاف، ولكن معروف عليه أنه كان رجل دين، وهو اللي غادي يدخل الفكرة ديال أن عيسى ابن الله محسوب على النصارى، وغادي يحارب حتى الملحدين النصارى اللي رفضوا هذه الفكرة. دابا الكريسماس عرفناه شنو هو، وبابا نويل حتى هو عرفناه شكون. بقات لينا ديك الشجرة اللي كتكون في الاحتفالات اللي كتكون مزينة، واش هي مجرد زينة؟ واش ديك الشجرة شجرة عادية؟ وعلاش بالضبط داروا ديك الشجرة؟ وعلاش ما يديروش شي حاجة أخرى من غير ديك الشجرة؟ القصة وما فيها سيدي كترجع للقرون الوسطى في ألمانيا اللي كانت غنية بالغابات ديال الصنوبر الدائمة،
وكانت تما واحد القبائل الوثنيه اللي كيعبدوا واحد الاله اللي سميتو تور، اللي كان بالنسبه لهم هو الاله ديال الغابه. هاد الشخصيه اللي كانت بانت بزاف في السوق باش يلاه تنقذ كوكاكولا راسها من الافلاس. ولكن ديك الشخصيه راه واحد الشخصيه خرافيه اللي كتكون في الكريسماس بداك الشكل اللي كنعرفو تقريبا كاملين، يعني داك الراجل الكبير في العمر والغليظ والقصير واحد شويه وعنده واحد اللحيه بيضاء ولابس واحد اللبسه اللي فيها الابيض والاحمر وجر واحد الكروسه اللي فيها الهدايا. راه مجرد شخصيه خياليه اللي كيرسمها واحد الرسام في واحد الاعلان ديال كوكاكولا. والصدفه ان هاد نيكولاس غادي يتوفى في شهر ديسمبر، داكشي علاش خداو القصه ديالو وعطاوها لبابا نويل اللي عندهم دابا. هاد الانقاذ ديال داك الولد غادي ينسبوه للمسيح باش انهم يحتفلوا به، ولات ديك الشجره خاص ضروري تبقى كذكرى الاحتفالات ديالهم. داكشي علاش هاد الشجره ولات اهم عنصر في الاحتفالات ديال الكريسماس. هاد الاحتفال غادي يسالي في عام 727 ميلاديه، غادي يجي عندهم بابا بونيفاسيوس، والمصادفه جا نهار التقديم ديال واحد الولد كهديه للاله ديالهم داك اله الغابه. فلما شاف داكشي ما خلاهمش انهم يذبحوا داك الولد، وقطع ديك الشجره المزينه وداها معاه. يعني اللي وصل معايا هنا غيكون فهم البلان، يعني حنا امه اسلاميه علاش كنحتفلوا معاهم ونباركوا ليهم على هذا الاعتقاد الخاطئ اللي واخدينه. يعني الاخوان راه حنا غارقين في التقليد الاعمى، داكشي علاش نحاولوا نفيقوا شويه ونبعدوا على كل حاجه تبعدنا على الدين ديالنا. وهنا نقول لكم السلام عليكم، شكرا لكم بزاف على المشاهده والاصغاء، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش بحال ديما اعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه والبارطاج مع الاصدقاء والعائله. تهلاو لي في روسكم.